السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم كرام العايدي في حلقة جديدة بعد انتهاء الجولة الأولى من المجموعات في بطولة أفريقيا. يعني نقدر نقول إن في مؤشرات أولية بتظهر مين المنتخبات اللي ممكن توصل للدور الثاني ومين المنتخبات اللي ممكن يكون عندها فرص للنهائي أو المنافسة على البطولة. طبعا يمكن أول جولة هي ما هياش جولة حاسمة، يعني لأن في تباين بين الفرق وبين بعضها، ان مش كل الفرق لعبت بعض، ففي فرق ممكن تكون بانت انها قويه لانها بتلعب منتخبات ضعيفه هتبان في الفتره الجايه، وفي فرق ممكن تكون شكلها ضعيف لانها حظها انها قابلت منتخب قوي، فهيبان اكتر في الجوله الثانيه والجوله الثالثه بعد كده. لكن حاليا في الجوله الاولى نقول المؤشرات الاوليه يعني بتقول ان مثلا مجموعه زي مجموعه الاولى اللي هي بتاعه المغرب وزامبيا جزر القمر ومالي، فبدايه طبعا المغرب كسبت جزر القمر 2-0 ومالي تعادلت مع زامبيا 1-1. طبعا مش هنتكلم عن المغرب، يعني هي معروف المغرب عامله ايه ومستوى فرقه المغرب والفتره اللي بتمر بيها حاليا المغرب والنهضه الكرويه الكبيره جدا، فهتظل المغرب مرشح اول للفوز بالبطوله. ادت اداء كويس. طبعا جزر القمر بانت بشكل ضعيف، ده الجزء اللي انا بقوله ان ممكن تكون جزر القمر افضل يعني او فريق كويس، بس اتظلمت بانها لعبت المغرب اول مباراه. فاعتقد ان المغرب يعني قطعت تذكره العبور، يعني الاغلب يعني انها توصل طبعا، واعتقد انها توصل للنهائي وتبقى مرشح اول للفوز بالبطوله. على الناحيه الثانيه بقى زامبيا ومالي اللي تعادلوا، اعتقد ان الفرقتين مع جزر القمر ليهم فرص قريبه من بعض. احنا شفنا مالي يمكن احسن من زامبيا، لكن مع ذلك زامبيا قدرت تتعادل معاها. جزر القمر اعتقد ان عندها في حاجه ممكن تعملها، لكن عموما يعني اعتقد التاهل هيبقى الاقرب المغرب ومالي، ان هم الاثنين اللي هيوصلوا كاول وتاني. بالنسبه للمجموعه الثانيه اللي هي مجموعه مصر، دي فيها طبعا مصر وجنوب افريقيا وزيمبابوي وانجولا. اداء سيء لمصر طبعا، يعني برضو احنا بنقول منتخب زيمبابوي يعتقد من اضعف المنتخبات اللي ظهرت في البطوله. فاعتقد التاهل اتمنى يعني ان تكون مصر وجنوب افريقيا اللي يوصلوا كاول وتاني. اعتقد فرص جنوب افريقيا انها تطلع اول اكبر من مصر بعد الاداء بتاع مصر ده اللي شفناه. طبعا احنا مصر كسبت زيمبابوي طبعا 2-1، والناحيه الثانيه برضو جنوب افريقيا كسبت انجولا 2-1. المجموعه الثالثه وهي مجموعه تونس. تونس اظهرت وجه مغاير يعني، او واضح انها شكل جديد في البطوله دي. تونس بتأدي اداء جيد جدا قصاد اوغندا. ممكن تكون اوغندا فريق ضعيف، لكن تونس كان شكلها كويس، يعني مهما كان ضعف اوغندا فهي اكيد افضل من زيمبابوي يعني. تونس طبعا كسبت اوغندا 3-0، والناحيه الثانيه نيجيريا كسبت تنزانيا 2-1، وهتظل طبعا تونس ونيجيريا هم المرشحين الابرز للفوز. وان كان نيجيريا يعني لو في شويه جماعيه هتبقى ليها فرص كتيره انها توصل للنهائي، لكن المشكله انها بيلعبوا اداء فردي بشكل كبير جدا، ومفيش في مشاكل في المنتخب النيجيري. واضح ان هم اكبر من المدرب بتاعهم اللعيبه. المجموعه بعد كده اللي هي المجموعه الرابعه، وهي مجموعه السنغال وبوتسوانا وبنين وكونغو الديمقراطيه. السنغال طبعا هي السنغال يعني، والسنغال شفنا اكتسحت بوتسوانا. برضو ممكن تكون بوتسوانا كفريق مش قوي يعني قوي، عشان كده ظهر السنغال بالشكل ده، لكن طبيعي السنغال مرشح اول انه يطلع طبعا اول مجموعه وانه يوصل للدور الثاني، ومرشح كبير جدا للوصول للادوار الاقصائيه بعد كده ووصول للنهائي، لو طبعا ما تصادمش بالمغرب في الطريق. السنغال زي ما قلنا كسبت بوتسوانا 3-0، والناحيه الثانيه كونغو كسبت بنين 1-0. كونغو برضه في كونغو ادائها جيد جدا، واعتقد هم الاقرب للوصول السنغال والكونغو. المجموعه الخامسه الجزائر وغينيا الاستوائيه وبوركينا فاسو والسودان. الجزائر طبعا مرشح اكبر للوصول. الجزائر شفنا منتخب قوي جدا،
واعتقد انه مرشح للوصول ومرشح يعني ان هو ينافس على اللقب كمان يعني. طبعا كسب السودان 3-0. وبوركينا فاسو طبعا عملت اداء رائع يعني قدام غينيا الاستوائيه، اللي مش هي غينيا الاستوائيه اللي كانت موجوده في البطوله اللي فاتت. بوركينا فاسو يمكن من طول المباراه كان المباراه يعتبر وان سايد جيم لبوركينا فاسو. وحصل طرد طبعا يعني، كان الشوط الاولاني كله بوركينا فاسو، الشوط الثاني برده كان افضل، بس في اول الشوط الثاني حد اتطرد من لاعب اتطرد من غينيا الاستوائيه، والطرد طبعا اثر عليهم اكتر. لكن المفاجاه في اخر دقيقتين تقريبا من المباراه بهجمه كورنر يعني قدروا غينيا الاستوائيه تجيبها جول، لكن في الوقت الضايع قدروا يرجعوا بوركينا فاسو بهدفين، في هدف في الدقيقه الثانيه وهدف في الدقيقه الثامنه من الوقت الضايع، وكسبوا 2-1. هتظل برضو الحظوظ الاقوى للجزائر ومعاها بوركينا فاسو، واعتقد السودان وغينيا الاستوائيه حظوظهم مش قوي يعني. غينيا الاستوائيه النسخه دي باهته جدا ليهم يعني. المجموعه اللي بعد كده اللي هي المجموعه الاخيره، المجموعه السادسه، دي بتاعت الكاميرون وكوت ديفوار وجابون ومدغشقر. طبعا مدغشقر فريق ضعيف يعني، وكوت ديفوار كان افضل طول الماتش، وكوت ديفوار كسبت 1-0. لكن هل كوت ديفوار، انا شايف ان كوت ديفوار فرقه كويسه يعني، ولا هل كانت كويسه عشان موزمبيق وحشه يعني؟ مش عارف يعني. الناحيه الثانيه الكاميرون طبعا كسبت الجابون 1-0. الجابون طبعا من غير اوباميانج مش فرقه، طبعا اوباميانج لعب بس شارك في الدقيقه 30، لكن واضح عليه الاصابه مش موجود، فما فيش فرقه من غيره يعني. هو فاعتقد الكاميرون وكوت ديفوار الاقرب للوصول. دول طبعا قلنا اقرب الوصول كاول تاني، واول وتاني مجموعه من كل مجموعه. عموما المنتخبات اللي ظهرت حاليا انها تقدر تنافس على البطوله، اعتقد ان الابرز المغرب وتونس والجزائر والسنغال. دول ابرز 4 منتخبات. بعدهم طبعا بيجي يمكن كوت ديفوار. كوت ديفوار منتخب كويس بس ما عندوش حد يخلص، ما عندوش حد في الهجوم. والجزائر العيب فيها ان هم التعالي زياد جدا عن اللزوم، ان هم بيباصوا بيستعرضوا بشكل كبير جدا يعني. ف يعني انا بحب المنتخب الجزائري عموما، لكن اعتقد التعالي على الكوره والكعوب الكتيره اللي احنا شفناها النهارده دي مش هتخليهم يوصلوا لغايه اخر مرحله يعني. ويظل طبعا برضو الابرز في المنتخبات المغرب والسنغال. دول الاقوى الاثنين يعني لو قلنا الفرقتين بس. اعتقد ده كان اهم مكان في الفيديو. ولو عجبكم الفيديو ما تنساش لايك وشير وسبسكرايب، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.